هنعمل النهارده حاجة حلوة قوي، ولادنا كلنا بيحبوها بيشتروها من بره. نسمي الله ونصلي على الحبيب، ونجيب عدد 2 بياض بيضة على نص كوباية من السكر، رشة فانيليا، ربع كوباية من المية بس ما تكونش مليانة قوي، ورشة بسيطة جدا من الملح. اهم حاجة اللي انا عايزاه ان انا اسخن كل الخليط ده لحد ما السكر بس يدوب معايا. هسخنه على بخار او حمام ميه، او ممكن تحط الكسرولة ديت في ميه سخنة كده، وهي ايه مع التقليب السكر ده كله هيسيح وهيدوب معانا. المهم ان انت ما تحطش الكسرولة على النار مباشرة علشان البياض هيستوي. تمام كده. بعد كده بروح جايبه المضرب الكهربائي بتاعي او العجان، وببدأ اضربه لحد ما الخليط يبدأ يتقل معانا. اهم حاجة ان الخليط يتقل معانا كويس جدا. في تاني فكرة انا كنت عاملاها ديت من عندنا، جبت كيس من الكريم شانتيه وحطيته عليه. تمام. في ناس بتعمله ب4 بياض بيض وما بتحطش الكريم شانتيه، لا انا حبيت اعمل ميكس مع بعض، البياض البيض والكريم شانتيه مع بعض هيدينا طعم مختلف جدا. تمام. طبعا حطيت كده نص كوباية من المية، حتى ما حطيتهاش كلها، حطيت حوالي ربع كوباية من المية مع كيس الكريم شانتيه. وهبدأ اضرب الكريم مع البياض البيض لحد ما الخليط كله يتقل معانا. لازم طبعا يتقل معانا، بس ولادي عشان كانوا واقفين على دماغي مش صابرين لحد خالص لما خلص الكريمة معانا، فكانوا مستعجلين عايزين ياكلوا الكوجاك. طبعا كلنا عرفنا ان انا بعمل كوجاك، ليه اسم تاني بس انا يعني انا مش هقوله، طبعا كلنا عارفين الاسم التاني. تمام. بعد كده بجيب البسكوت بتاعنا بيكون مدور زي ما انتوا شايفين كده، اي نوع بسكوت، وبحط الخليط الكريمة ديت في اي كيس وبعمل لها فتحة، وببدأ احاول يعني اعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني انا كنت بحاول، بس انا واحدة من الناس مش هعمله تاني لانه هو كان متعب جدا. بياض البيض بياخد وقت كتير لحد ما يبقى كريمة معانا. تمام. فانا بحاول اعمله لان الكريمة بتاعتي ما كانتش لحقت تتقل. طبعا زي ما قلت لكم ان ولادي كانوا واقفين على دماغي مستعجلين وما كانش صابرين ان انا اخلص الخفق بتاع الكريمة. بعد ما كده خلصتها حطيتها في الفريزر تجمد معانا او تتماسك معانا. بجيب كده ميه سخنه وبحط الشوكولاته خام فيها في الكيس، وببدا اسيحها زي ما انتوا شايفين. بس الصراحه الشوكولاته كانت تقيله، انا بصريحه معاكم في الفيديو ده. فلو هي تقيله حط شويه زيت كده بسيطه او شويه لبن، هتخففها كده، وفي نفس الوقت عشان ما تبقاش مسكره. فببدأ كده انزلها وبحاول كده ان الشوكولاته تنزل، بس كانت تقيله معانا زي ما انا قلت لكم. وبكده عملنا الكوجاك على قد ما احنا بنقدر وفرحنا ولادنا. ويا ريت ما تحاوليش تعمليه.